الهم. الواحد يظن خلاص أي شيء يأتيه أنه مريض، ثم لا يبقى طبيب ولا مستشفى. يا أخي جسمك هذا تخربه بكثرة الأدوية والإبر والأشعة والعلاجات والبنج. الحمد لله لن تموت نفس قبل يومها، ولذلك افعل الأسباب لكن لا تكن مفرطا. يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل يعقل أن الله سيكلفك ما لا تطيق؟ أنت عندما تتوضأ هل لأنك نجس تتطهر؟ لا، ليست أنت نجس، ما أنت وسخ، أنت نظيف طاهر. المسألة تعبدية، ولذلك إذا ما وجدت الماء تيمم بالتراب، اضرب ضربتين وانتهى الموضوع. هي القضية تعبدية، فلماذا المبالغة؟ ربي ما يمكن أن يجعل عليك في الدين من حرج. أرجوك لا تفرط في هذا الأمر. انصحوا من ترونه يجلس، يعني بعض الأحيان يجلس الواحد ساعة في الحمام وهو يغسل يغسل يغسل. لماذا يا أخي؟ هذا ليس بصحيح. حتى الإنسان الذي عنده مشكلة في أمور الدين والعقيدة، متى يكون الإنسان محاسب يا إخوة؟ ما هو إذا وسوس وفكر، لا، الله عز وجل لا يؤاخذك بما تحدث فيه نفسك أبدا. ولذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: أجبت، فعلت. متى يكون الإنسان محاسب؟ اسمع لهذه الآية. قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني إذا نفسك تحدثك بالكفر فقط هواجيس، ربي ما يحاسبك، لكن إذا أقريت هذا الأمر وعملته هنا يحصل غضب الله. فلذلك الوسوسة لا تؤثر فيك. ربي عز وجل رحيم بك. الله سبحانه وتعالى عندما يجعل فيك النفس التي اللوامة فمعناه هذا صريح الإيمان، فاثبت وجاهد نفسك. ثانيا، الشك يا إخوة لا يزول إلا باليقين، ولذلك دائما ابن كل عباداتك على اليقين. اترك الشك. أنا والله أظني ما سويت، أظني ما قرأت، خلاص. مجرد ما تبدأ في أظن اقطع الشك، خلاص ما راح أعيد. والله يا إخوة علاج الوسواس بترك الوسواس، انتهى الموضوع. ولذلك إذا أردت العلاج اترك، اقطع، حتى لو انك شاك انك ما توضأت اترك، خلاص ما دام ما في يقين. وأيضا ثالثا يا أخوان، هناك عوامل تساعد الشيطان عليك، ابتعد عنها. ما هي؟ الاستجابة لوساوسه. عندما يوسوس لك تستجيب. مجرد ما تسلمه رقبتك والله لن تقف إلا في جهنم، بس سلموا نفسك. فلذلك مجرد ما يأتيك لا انتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعذ بالله وانتهي، لا تفتح له المجال. ثانيا، العزلة. بعض الناس ينعزل عزلة، يجلس بالساعات الطوال لوحده ويبدأ يأكل في نفسه ويبدأ يفكر. انتبه من العزلة، خاصة إذا كان معك أعراض الوسوسة، انتبه منها، هذه خطيرة جدا. إذا أنت في بيتك يا أخي الكريم أحد تحس أن عنده آثار الوسوسة وبدأ بالعزلة، أخرجه ولو بالقوة، ولكن بالأسلوب الذي لا يجرحه. وذلك من المهم يا إخوة أن ننتبه لهذه القضية. أيضا الحساسية الزايدة. بعض الناس حساس، أي كلمة تؤثر فيه، أي موقف يؤثر فيه، أي تصرف يؤثر فيه. هذه الحساسية تحرق قلبك. قلبك طيب يا أخي، لا تملأه بالهم والغم والوهم والوساوس والتعب. ريح نفسك، والله الدنيا لا تستاهل زعلك ساعة، كل الدنيا هذه والله لا تستحق أن تغضب من أجلها. فأترك الحساسية الزايدة، تتعب وتتعب من هم حولك. أيضا مخالطة الموسوسين. بعض الناس ما يستشير في الرقية إلا اللي مثله، اللي مؤمن أن العين فيه. يا أخي ما دام تخالط اللي مثلك فلن تتغير. اذهب إلى من هو أفضل منك وأحسن منك، وابعد عن الموسوس ولا تخالطه أبدا، لأن هذا الإنسان سوف يتعبك كما أتعبه هو نفسه. أيضا عندما تخاف مثلا من الموت أو المرض، لا يمكن أن يكون في قدر الله إلا ما كتبه الله. والله لا خوفك يقدم ولا حرصك يؤخر، هذا قدر الله نافذ، وخلك مرتاح مطمئن واثق بالله عز وجل. أيضا وهذه نصيحة لنا كلنا، أي شخص محيط بمن فيه أعراض الوسوسة لا تهمله يا أخي الكريم. هذا الإنسان مريض، هذا الإنسان محتاجك. شوفوا يا أخوان، مرض النفس أشد من مرض البدن، مرض الروح أشد من مرض البدن. تجد الإنسان في صراع، في تعب، في هم، لا ينام الليل ولا ينام النهار. الهم هذا يا إخوة جندي من جند الله يعذب به العباد. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة احذروا، انتبهوا له أحبابكم، أخرجوهم من عزلتهم، ساعدوهم،
قفوا معهم، ارفعوا الروح المعنوية لديهم، حاول عندما يتوضأ أن تقف معه وساعده على الوضوء، ساعده على الصلاة، نبهه من بعض الأخطاء. يعني لا تذهب به إلى كل راقي وإلى كل طبيب فتعبث به. يعني بعض الناس للأسف هو الذي يعدم من هم حوله، كل يوم هو ساحبه في بلد وكل يوم موديه مستشفى. لا يا أخي، العلاج اذهب إلى من عولجوا، إلى من تشافوا من الوسواس واسألهم كيف تشافوا. لا تجعل ابنك أو حبيبك تجربة، اذهب إلى نفس الشخص الذي شفاه الله وقل كيف شفيت، كيف عالجت نفسك، استفد من تجربته، ابدأ من حيث انتهى الآخرين، تعالج من تحبه وتحفظه من الشر. كذلك أيها الإخوة ابعدوا عن الأمل الكاذب. ما هو الأمل الكاذب؟ هذا خاصة عندما يعني إنسان مثلا لديه مرض خلاص مستعصي لا يمكن علاجه، في بعض الأمراض لا يمكن علاجه، خلاص معاق لا يمكن أن يعالج. إنسان أصيب بالعمى خلاص لا يمكن يعالج. ما الحل؟ ليس الحل أن توهمه أن هناك أمل وهناك، هذا غلط. بعض الناس من طيبة قلبه يبعث الأمل فيه وإن شاء الله نبي أنك تبي تمشي وإن شاء، هذا غلط. الصح أن تجعله يتأقلم مع حياته الجديدة، ليس الصح أن تجعله يتعلق بوهم لا يستطيع أن يصل إليه فتقتله أنت من حيث لا تشعر. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن هذا الأمر موجود ومنتشر، ولو فتشنا نحن في أنفسنا قد نجد في أنفسنا شيء من هذا. ننتبه يا إخوة، لا تهلك، لا تغفل عن الله، اجعل ارتباطك بالله كبير، اجلس مع الأشخاص الإيجابيين الناجحين، ابعد عن الناس اللي يغلب عليهم الوهم والحساسية والشكوك والظنون، وتعيش بإذن الله سعيدا. ودائما استعن بالله ولا تعجز، وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان مهما بلغ كيده فوالله في بعض الناس سبحان الله لا يرى إلا كل شيء سيء. أذكر كلام جميل لأحد المربين ركزوا معي فيه، يقول هناك من ينظر بعيني النحلة لحياته، وهناك من ينظر بعيني الذبابة لحياته. ما الفرق بين عين النحلة وعين الذبابة؟ عين النحلة لا تبحث إلا عن الأشياء الجميلة، عن الورد، عن الحاجة الحلوة، عن السكر، عن الأشياء الجميلة. وعين الذبابة لا تذهب وتبحث إلا عن النجاسات. ما المعنى؟ كيف تجد بعض الناس لا ينظر إلا محاسن الأخلاق عند الناس، ويعد دائما النعم التي عنده، وإذا قام من نومه قال الحمد لله صحيت وأنا آمن في سربي وصحتي معي وأستطيع أن أذهب إلى بيت الله وزوجتي وأولادي عندي، صح أني جوعان لكن الحمد لله آمن، صح أني كذا لكن عندي كذا. دائما ينظر إلى الأشياء المشرقة في حياته، فتجد صدره منشرح، يعيش وهو سعيد متفائل في الحياة. لكن صاحب الذبابة أول ما يصبح لا يفكر إلا بالدين. طيب نسيت الأمن، نسيت الزوجة، نسيت الأولاد، لا يفكر. يعني مثل شخص يراك لابس ثوب أبيض نظيف فيه نقطة حبر. صاحب الذي ينظر بالعين النحلة يقول ما أجمل ثوبك، لكن صاحب عين الذبابة يقول ما هذه النقطة التي عليك، ترك البياض كله وأتى إلى السواد. فكن أنت نحلة في الحياة. ولذلك المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا، وإذا وقع على شيء لا يكسره. هذا التوفيق من الله عز وجل، عندما يعطيك الله النفس الطيبة السمحة السهلة التي ترى الخير في كل شيء. وغير الموفق هو المتشائم الذي دائما في هم وفي غم وفي نكد. هذا توفيق الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة القلوب هي مآلها، هي مصدر التوفيق لك. عندما يكون القلب منور طيب سبحان الله تجد حياتك فيها سعادة ولو كنت أشقى الناس. إن من الناس من تجد عنده المرض والهم والدين والغم ومع ذلك سعيد، ومن الناس من عنده المال والخير ولكنه تعيس. من الذي وفق هذا للسعادة ووفق هذا للتعاسة؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق يا إخوة نعمة، أسأل الله أن تكون في قلوبنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكرام، وكما قلت قبل قليل
التوفيق وقمة التوفيق أن يوفقك الله لحسن عبادة الله. كل ما ترى والله سيفنى وستذهب لوحدك في قبرك، ولن تنفعك إلا طاعة الله عز وجل. ولذلك يا إخوة اطلبوا الله الهداية، لأن الله عز وجل إذا أهداك أحبك. يا جماعة، يا قوم، يا ناس، يا أحباب، إن من الناس من يحرم الطاعة. لماذا؟ لأن الله ما أعانه. ماذا يقول الله عز وجل؟ اسمع لهذه الآية، يقول سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني الآن هو لا يطيع الله، بس يبحث عن الشهوات. في المال أهم شيء يكسب، حلال حرام ما في مشكلة. وقته ليله أهم شيء ينبسط، حلال حرام ما في مشكلة. يعني هواه هو المسيطر عليه. علاقاته مع الناس يحكمها هواه. أي شيء يعمله في الدنيا لا يفكر إلا في الدنيا، ينسى الله. إذن هذا إلهه هو هواه وليس الله. هو لم يسجد لغير الله، لكن هوى قلبه متبع هوى النفس. ماذا قال الله فيه؟ قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ هذا لا يمكن أن تأتي الهداية إلا للقلب الذي يوفقه الله. ولذلك اسمع لهذا المثل الذي يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للتوفيق للهداية من عدمها. يقول: إن العبد إذا أذنب فلم يوفق للتوبة فإنه ينكت في قلبه نقطة سوداء، فإذا أذنب مرة ثانية نقطة ثانية ونقطة ثالثة، فالله عز وجل يعطيك الصلوات فلا تمسح من لأنك ما تصلي، يعطيك الله رمضان فلا تصوم فلا تمسح ذنوبك، يعطيك الله فرص فلا توفق لفعلها، فيستمر هذا القلب أسود أسود حتى يكون كالكوز مجخيا. يعني شفت الإبريق هو الكوز الذي يتوضأ منه، مجخيا مقلوبا. إذا كان الإبريق مقلوب لو أتينا بواية ماء هل يمتلئ؟ ما يمتلئ، مقلوب. فكذلك القلب الذي ختم الله عليه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك تجد عمره 60 سنة يسمع في كل شهر 4 خطب ويسمع في كل أسبوع كلمة، يعني في السنة ما يزيد على 50 خطبة 60 خطبة و100 كلمة، ولا تحرك شيء في قلبه، ما في، على ما هو عليه. نسأل الله أن يكفينا شر هذا الختم. والله يا إخوة مصيبة أن يحضر الإنسان فيسمع الخطبة خلف الخطبة خلف الخطبة وهو على ما هو عليه من الربا ومن القطيعة ومن الحرام. لا يا أخي، انتبه لنفسك. إذا لم ترى من نفسك إقبالا على الخير فانتبه لنفسك، ستموت وتأتي بما قدمت، ويقول لك الله: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإن رأيت نفسك موفق للخير فاحمد الله واسأل الله الزيادة والثبات، وإن رأيت نفسك معرض وصاد فانتبه لنفسك، لأن الله، ودائما أنا أكرر لكم هذا الحديث وأتمنى أن تحفظونه، يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هل أنت كذلك؟ هل أنت تكره الذنب وتحب الطاعة؟ احمد الله. أنت من كذلك انتبه لنفسك واسأل الله التوفيق. فالتوفيق كما قلنا: وما توفيقي إلا بالله. فاطلب من الله التوفيق. طيب كيف نحصل على التوفيق؟ بالقرب من الله، اكثر من ذكر الله، اجعل في قلبك قناعة أني يمكن أموت بكرة، لابد أن أكون جاهز. اخجل من الله، عينك التي تنظر بها من الله، وأذنك من الله، ولسانك من الله، وعقلك من الله، وصحتك من الله، ومالك من الله، وأولادك من الله، وزوجتك من الله، كل شيء من الله، وأنت دائما تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يراك الله في وضع لا يرضيه، لأن الله إن أقبلت منه أقبل منك ورزقك شيئا لا تخطر في بالك. ولا تقيس نجاحاتك فيما تملكه من الدنيا، هذا ليس النجاح. النجاح ما تملكه للآخرة. ولذلك إذا وقف العبد بين يدي الله يوم القيامة ورأى النار
وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لا يقول يا ليتني قدمت في حياتي، لا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه اكتشف الآن أن الحياة الحقيقية هي الآخرة وليست الدنيا. انتبه لكلامك وزن كلماتك، فلا تجعل هذا اللسان يسوقك إلى عذاب الله عز وجل، يسوقك إلى عذاب الله عز وجل. واعلموا أن الله جل جلاله قد أنزل ملائكة تكتب كل ما نقول، فما نلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد. فلنحسن المقالة ولنعلم أن كلامنا محسوب علينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تكون في غضب الله فيكسب بها غضب الله إلى أن يلقاه، ورب كلمة يقولها صاحبها تكون في رضا الله فيكسب بها رضا الله حتى يلقاه. فتجعل هذا اللسان يسوقك إلى عذاب الله عز وجل. عباد الله، الله تبارك وتعالى خلق البشر وفاضل بينهم، فقال في كتابه الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله سبحانه وتعالى إذن خلق الناس فجعل حاكم ومحكوم وتاجر وفقير وطبيب ومريض وصالح وفاسد، يعني خلق كل شيء منه زوجان. وهذا الهدف منه أن يكون الناس سخريا لبعضهم، يعني مسخرين لبعض. فلولا المريض لما اشتغل الطبيب، ولولا الفاسد لما اشتغل القاضي، ولولا هذا لما قام هذا، وهكذا هي الحياة. ولكن هذه الرفعة التي رفع الله بها أقوام على آخرين فقط في أمور الدنيا، ولا تستلزم أن من رفعه الله معناه أنه حبيب لله، لا، انتبه، لأن بعض الناس عندما تفتح له الدنيا يظن أنه الذي ليس له مثيل وأنه أحب الناس إلى الله عز وجل، لا، هذا فقط في أمور الدنيا. أما مقياس الله في أمور الآخرة فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المقياس. ولذلك كان واجبا على المسلمين أن يتخلقوا فيما بينهم بالأخلاق الحسنة، فلا يسخر قويهم من ضعيفهم، ولا يهزأ سيدهم بمسودهم، ولا يحقر غنيهم من فقيرهم. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا، وهنا خص أهل الإيمان لأن هذا خلق عظيم، من مكنه الله منه فقد حاز على شرف كبير. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن السخرية خلق مقيت ذمه الله ونهى عنه، ومن تمكن هذا الخلق من قلبه ضاع، وضاعت أعماله وضاعت حسناته. إن سوء الخلق يا كرام ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قد يكون الإنسان مصلي منفق متصدق بار بوالديه، لكن خلقه السيء يفسد أعماله كلها. ولذلك أقرب الناس منازلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الخلق الحسن. أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا، فانتبه لنفسك وانتبه لأخلاقك وانتبه لتعاملاتك واحذر من السخرية. ألا وإن أعظم السخرية من الدين، السخرية ممن يعظمون أمر الله، السخرية من أحكام الشريعة، السخرية من أي أمر ينزل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والساخرون هنا غرهم الشيطان وغرتهم الشهرة وغرهم ضعف المصلحين الناصحين. هؤلاء ليسوا بشيء حديث،
عندما تسمع من يستهزئ بالدين أو من يستهزئ بالصالحين أو من يقذفهم مثلا بالرجعية والتخلف، هذا ليس شيئا جديدا، هذا قديم قاله الله في كتابه. أما سمعت قول الله عز وجل وهو يقول: